منتخب الجزائر من الجانب الغربي ومنتخب المغرب. منتخب المغرب مع وليد الركراكي يمكن كان هو اخر منتخب عربي عنده حظوظ ان هو يعبر للدور التالي، ولكن شفنا تصريح من وليد الركراكي لما قالوا له انت بتمثل العرب، فكان رده صادم جدا 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 لنا كعرب لما قال انا لا امثل الا الشعب المغربي. رايك في التصريح ورايك في الوضعيه منتخب المغرب؟ تصريح استفزازي حقيقة. عندما تسمع أنت كمشجع عربي تساند منتخب عربي وصل إلى الدور الثمانية، راك تساند فيه على أساس أنك منتخبك يعني، وفي الأخير يخرج مدرب البلد ويقول لك نعم أنت تمثل المغرب. كلام صريح، هو يعني يتكلموا كلام صريح أنه يمثل المغرب، ولكن كان من المصدر وكان من الأفضل أنه لا يتكلم بكلام مثل هكذا يعني، حتى ردود الفعل لا تكون قوية. شفنا ردة الفعل من مصر وشفنا من الجزائر وشفنا من بعض البلدان العربية التي انتقدت تصريحه اللاذع الذي لم يكن في محله. واعتقد أنه الغرور بوصوله في نهائيات كأس العالم إلى المربع الذهبي خلاه يصرح تصريح مثل هذه، كأن الأمور محسومة وكل شيء في الجيب، لذلك تكلم وتصرح تصريح كما هذا. ولكن عاد عليه بالسلبي، وكان قال إذا لما أصل إلى النهائي أو الحصول على اللقب سأغادر المنتخب. ولكن أعتقد أنه لم يغادر ولن يغادر ما دام فوزي يرجع على في الاتحادية المغربية، لن يخرج وما زال يعني متواصل مع المنتخب. إبقاؤه كان من الأفضل للمنتخب المغربي في الفترة هذه. أنت كمتابع وإعلامي عربي مع أو ضد بقاء وليد الركراكي مع منتخب المغرب؟ في الفترة الحالية ممكن أنه في صالح المنتخب المغربي أن يبقى وليد الركراكي، في صالح المنتخب المغربي، لكن فترة بالخصوص يعني منتخب المغرب أداؤه في البطولة كان مختلف جدا عن باقي المنتخبات، حقق انتصارات، كان ماشي كويس ووصل للدور التالي، لكن مفاجأة انه يخسر امام جنوب افريقيا. منتخب يصل الى المربع الذهبي في كأس العالم ويخرج من الدور 18 في افريقيا، تعرف باللي انه الاشكالية والمشكلة موجودة في افريقيا، وأن المنافسة في افريقيا عالية الرتم اكثر من كأس العالم. أنت المنتخب الفرنسي الذي فاز بكأس العالم لاعبيه كلهم مجنسين، هم أفارقة ومجنسين للمنتخب الفرنسي، حازوا على كأس العالم 2018 بروسيا، ووصلوا مع نفس المنتخب مع المدرب ديدي دوشون إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022 أمام الأرجنتين. وتعرف أنه كل اللاعبين تقريبا النخبة الموجودة في المنتخب الفرنسي كلهم أفارقة. ذلك ما يعني أن رتم الكرة في إفريقيا عالي بكثير من الدوريات أو البطولات القارية الأخرى. هل تقدر نعطيك سؤال ليك أنت كمعلق ومحلل للمباريات، هل تقارن كأس إفريقيا في رأيك أفضل أم كأس آسيا أفضل من ناحية الأداء أو في ناحية المستوى؟ خلينا من جانب التحكيم والإطار الفني الأمر الآخر، تكلمنا ككرة وريتم عالي ومنافسة وجرينتا أيهما أفضل؟ هو أنا هجيبها لك في تشبيه في كلمتين. آسيا عندهم الدار وإحنا عندنا السكان اللي هيسكنوه. آسيا عندها الإمكانيات والملاعب والتحكيم والبنية والميديا والإعلام، واحنا عندنا اللاعبين او احنا عندنا سكان هذا الدار. فده التشبيه اللي انا باخده منه. لكن انا في احمد حسين قال لك افريقيا اقوى. تعليقك؟ افريقيا اقوى طبعا، افريقيا اقوى طبعا. لكن انا يعني سؤال بس قبل ما يروح مني، ايضا وليد الركراكي ان زي ما قلنا على جبال بالماضي انه يعني انصارك خانوك يا ريتشارد، فده ينطبق ايضا على جمال بالماضي لضم نصير بزراوي لاعب بايرن ميونخ وهو مصاب، ضم سفيان بوفال وهو ما بيلعبش مع فريقه، ضم سليم املاح وهو مصاب. فالعناصر دي مش هي العناصر اللي كانت معاه في كاس العالم، ادائهم تراجع. كان لازم يدي فرص للاعبين بينشطوا في اوروبا، كان في عناصر افضل. انت كمدرب، لو انت مدير فني لمنتخب المغرب، هل تبقى مع اللاعبين اللي يكون ولائك للاعبين اللي هم قدروا ان هم معاك يحصلوا على رابع العالم وتاخدهم البطوله كتكريم ليهم،
ولا تبدا خلاص هي مرحله وعدت وهم قدوا، ابدا افكر في عناصر تانية تكون اجهز وافضل وابص لمصلحه منتخب المغرب؟ أكيد زميلي وائل، لابد أنه كل منتخب وكل مدرب يضخ دماء جديدة. نعم، لاعبين لعبوا في مباريات ومنافسات كبيرة على غرار كأس العالم، يعني كان بالإمكان والأجدر أنه تغيير بعض اللاعبين، بعض العناصر. أصحاب الخبرة تبقى دعما للمنتخب، يعني من عمل الخبرة سيكون له يعني تأثير. اللاعبين الشبان او كاكاديميه او كتدريب، يعني تقتنص بعض اللاعبين الجاهزين بدنيا وينشطون في البطولات الاوروبيه، انه ممكن يصنعوا لك الفارق في مثل هذه المباريات، بالخصوص مباريات كاس افريقيا. انا ارى انه كان من الاجدر انه يغير هو لازم الرساله اللي بنحب نوجهها لمدربينا العرب: حب منتخبك الاول رقم واحد. نعطيك ابسط مثال. منتخب الجزائر اللي شارك في كاس العرب غير المنتخب الاساسي اللي كان يلعب في كاس افريقيا، يعني مع مجيب بوجرة غير تمام. لاعبين، لا انت لا لاعبين يلعبوا في نادي بارادو، يلعبوا في اتحاد العاصمه، لعبوا مع المنتخب الجزائري، ولكن لعبوا ادوا مباريات في المستوى. كل الطاقه الشبانيه، عندما يكون عندك طاقه شبانيه تصنع ما تريد فوق ارضيه المكان. انت نعم، اسلام سليماني 36 سنه